السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي أنكم تكونوا دائما بخير وعلى خير، وتكونوا يا ربي دائما في أفضل الصحة وفي أفضل الأحوال. ومرحبا بكم من جديد على قناتكم قصة مع حسن ولد الشعب. كنتمنى من المتابعين ديالنا ما تبخلوش علينا بواحد اللايك على الفيديو، الدعم ديالكم للقناة، التعليقات ديالكم، وشكرا للجميع. دابا غادي ندخل مباشرة في الجريمة ديال هاد الحلقة، واللي غادي تاخدنا إلى دولة الجزائر، وبالضبط بولاية بواقي. في واحد النهار واحد السيد أو واحد السارح كان كيسرح في الغنم ديالو في واحد الخلا. شوية هو يلقى هاد السيد هذا لقى واحد الخناشي اللي هما عبارة عن أكياس بلاستيكية. خلى هاد السيد هذا على أنه باش يتقرب ليهم، يلا قرب، هو يشم منهم واحد الرائحة كريهة، رائحة ماشي عادية. خلى على أنه باش يتصل بالعناصر الأمنية، عيط البوليس. في هذيك اللحظة جاو البوليس، يلا حلوا ميكا وحدة، هما يلقاو وسط منها عدة أكياس بلاستيكية، وكيبان منهم عدة أطراف ديال اللحم. هزوا هاد الأكياس البلاستيكية، البوليس هزوا هاد الأكياس البلاستيكية، داوهم المصلحة ديال الطب الشرعي. بعد الكشف على هذه الأكياس البلاستيكية، هنا غادي يجي واحد التقرير كيقول على أنها كترجع إلى جثث. غادي نلقاو على أن هاد الأكياس البلاستيكية كيرجعوا إلى جوج ديال الجثث. التقرير المدقق اللي غادي يجي من طرف الطب الشرعي كيحدد النوعية ديال هاد الجثث، جثة ديال شخص وجثة ديال فتاة. شخص كيبلغ في العمر ديالو تقريبا 57 سنة، والجثة الأخرى ديال الفتاة كتبلغ في العمر ديالها تقريبا 35 سنة. البوليس ولاو هنايا أمام جريمة ديال القتل، وماشي أي جريمة اللي هي مقرونة بتقطيع الجثة، وماشي غير جثة وحدة، جوج ديال الجثث، جثة ديال الراجل وجثة ديال الفتاة. هنايا المشكل اللي غادي نلقاو البوليس على انه غادي نلقاو واحد الصعوبة كبيرة بزاف باش غادي يهزوا البصمات ديال هذه الجثث. علاش؟ لانها هاد الجثث هادو كانوا في واحد الدرجة ديال التحلل اللي هو كامل، وصعاب عليهم بزاف على انه باش يتعرفوا على الهوية ديالهم من جهة، ولا كذلك من ناحية اخرى رفع البصمات. بقاو هاد الضحايا هادو بقاو مجهولين، ما عرفوش شكون همايا، والاكثر من ذلك شكون اللي قتلهم وشكون اللي تخلص من الجثث ديالهم. هنا البوليس بقات عندهم حاجة وحدة باش يتمكنوا يحلوا اللغز ديال هذه الجريمة من جهة أخرى باش يتعرفوا على الضحايا. هنا البوليس غادي يمشيو للمحاضر أو الشكايات اللي مقدمين العائلات حول شي غياب أو شي اختفاء ديال شي واحد من العائلة ديالهم. بداو كيبحثوا، بداو كيقلبوا في هذه المحاضر، هما يلقاو واحد الشكاية ديال واحد السيدة الاسم ديالها سهيلة، مقدمها على أساس الاختفاء ديال الأخ ديالها وكذلك ديال الزوجة ديالو. مقدم هاد الشكاية هذه تقريبا هذه أكثر من 3 أيام. عيطوا على هاد السيدة هذه، دخلات المركز ديال الشرطة، قالوا لها راه لقينا واحد الجثة ديال واحد السيد معاه واحد السيدة اللي هي في نفس المواصفات اللي قدمتيها في المحضر. السيدة عرضوا عليها الصور ديال هاد الجثث، يعني السيدة ما صبراتش من هول هادشي اللي شافته، أغمي عليها، سخفات، الله يحسن العون.
هنا بقات واحد الطريقه اخرى، السيده ما تعرفاتش على هاد الجثث هادو لانهم كيف ما قلنا كانوا في واحد الدرجه ديال التحلل اللي هي كبيره وكبيره بزاف، وبقات عندهم هنايا واحد الطريقه هي غادي ياخذوا منها حمض النووي ديالها، وكذلك غادي يقارنوا، هي غادي ياخذوا منها واحد الحمض النووي او لا دي ان، وغادي يقارنوه بالحمض النووي ديال الجثه ديال الشخص اللي غتجي في الاخير متطابقه. بان على ان هاد السيد هذا او هاد السيده هذه اللي حاطه شكايه على الاختفاء ديال الضحيه، بان على انه هو الاخ ديالها، بان على انه هو الاخ ديالها، وحسب الاقوال ديالها كتقول على ان السيده اللي كانت معاه كترجع على انها الزوجه ديالو، مراته. هنا الخيوط ديال هذه الجريمه بدات كتنكشف، البوليس ولاو عارفين السميه والكنيه ديال هذا السيد هذا اللي الاسم ديالو احمد، والزوجه ديالو حتى هي ولاو عارفين السميه ديالها والكنيه ديالها، الاسم ديالها مريم. الخيوط ديال الجريمه بدات كتنكشف. المهم البوليس هنايا غادي نستدعيو العائله ديال الزوج وكذلك العائله ديال الزوجه باش هنايا يبداو يستمعوا لهم. غادي نرجعوا هنايا للضحيه. شكون هو احمد؟ احمد واحد السيد اللي في العمر ديالو تقريبا 57 سنه. هاد السيد هذا اللي عاش الحياه ديالو، هاد السيد هذا اللي عاش الحياه ديالو كلها في فرنسا. بعد ذلك اش غادي يوقع؟ هاد السيد هذا غادي يتزوج بواحد السيده اللي هي في الاصل بنت عمو، تزوج بها، دار معاها وليدات، جوج بنيات وولد، جوج بنيات اللي يعني حتى هما يتزوجوا وكيسكنوا غير قراب ليه. بقى السيد هذا كيمشي كيخدم في فرنسا، وفي العطل ديال الصيف ملي كياخذ شي كونجي كيدخل للجزائر. هذه هي العاده ديال هذا السيد هذا. هذا السيد هذا اللي هو ميسور الحال، واحد السيد لاباس عليه واستطاع على انه باش يبني واحد الموبل. الحياه ديالو مع الزوجه ديالو كانت بخير وعلى خير، حتى غادي يوصل هذا السيد هذا 57 عام، وهنا غادي يقرر على انه صافي غادي يدخل الجزائر بصفه نهائيه، وغادي يستقر في بلادو وغادي يستقر مع وليداته. من بعد ما دازت عامين على دخوله الى الجزائر، هنا غادا تولي بعض المشاكل كتظهر بينه وبين الزوجه ديالو، ولات بيناتهم المشاكل. هادشي اللي غادي يخلي على انه في الاخير غادي يتزوج بامراه ثانيه اللي هي مريم في العمر ديالها تقريبا 35 سنه. هنا هاد السيد هذا غادي يسكن ولده سعيد مع الام ديالو في الطابق الاول، اما في الطابق الثاني غادي يسكن هاد السيد هذا اللي هو السي احمد مع الزوجه ديالو الثانيه اللي هي مريم. المهم هنايا البوليس هنا غادي يبداو في التحقيقات ديالهم، وغادي يبداو في البحث من اجل كشف خيوط وملابسات هذه الجريمه. عيطوا على بنته والزوج ديالها من اجل البحث. هنايا البوليس سولوا ببنته، قالوا ليها قولي لنا شنو هي العلاقه اللي كانت مع الاب ديالك خصوصا من يتزوج. قالت لهم كانت علاقه عاديه، وحتى الزوجه ديالو كانت واحد السيده الله يعمرها دار، ما يعني كنا في الاول معارضين هذا الزواج هذا، حنا كعائله كنا معارضين هذا الزواج هذا، ولكن في الاخير تبين لنا على ان هذه السيده الله يعمرها دار. وبالنسبه للاب ديالي واش هو عنده شي اعداء او عنده شي مشكل مع شي واحد؟ الاب ديالنا دخل الجزائر هذه تقريبا واحد المده ديال عامين، وحنا لاحظنا على ان الاب ديالنا ما كانش عنده شي عداوه مع شي واحد. استمعوا لبنته، طرحوا عليها الاسئله، كتجاوب بتلقائيه. وهنا غادي تبين البوليس على ان هذه البنت هذه ولا كذلك الزوج ديالها اللي حتى هو يستمع ليه ما عندهمش علاقه بهذه الجريمه. جابوا كذلك البنت الثانيه نفسها، يعني الاقوال ديالها والاسئله اللي جاوبت عليها
ديال البوليس بحالها، او اكدت الاقوال ديال الاخت ديالها. الاب ديالنا ما عندوش مشكل مع حتى شي واحد، ما عنده حتى شي عداوه. العلاقه ديالنا بيننا وبين الزوجه ديالو الثانيه مريم علاقه عاديه، كنحترموها وهي كتحترمنا، واحد السيده الله يعمرها دار. جابوا كذلك الزوجه ديالو الاولى اللي هي السعديه، استمعوا ليها، سولوها البوليس، قالوا ليها شنو هي العلاقه ديالك مع الزوج ديالك ومع الزوجه ديالو الثانيه مريم من بعد ما تزوج؟ قالت لهم اش نقول لكم، علاقه عاديه. وقالت لهم صراحه في الاول انا كنت عارض هاد الزواج هذا وما بغيتوش، وبحالي بحال اي زوجه، ولكن في الاخير تاقلمنا بعضياتنا، والزوجه ديالو الثانيه كان بيننا وبينها الاحترام، وميمكنش ليا انا غادي نمشي نقتل الزوج ديالي. هاد الشيء هذا ما غاديش يخليني على انه غادي نمشي ونقتل الزوج ديالي، خصوصا على انه كيبقى هذاك الاب ديال وليداتي. هنايا سولوها البوليس، قالوا ليها شنو هي اخر مره شفتي فيها الزوج ديالك؟ قالت لهم اخر مره شفت فيها الزوج ديالي مني خرج هو الزوجه ديالو مشاو في الطوموبيله، خرج السياره ديالو في الكراج ومشاو هو الزوجه ديالو الثانيه. فين مشاو؟ قالت لهم الله اعلم. قالوا ليها من بعد واش عاودوا رجعوا ولا ما رجعوش؟ قالت لهم من بعد ما رجعوش. هنايا البوليس قالوا ليها ربما الزوج ديالك يرجع مع الزوجه ديالو الثانيه وانت ما غاديش تنتبهي. قالت لهم لا ما يمكنش، الباب ديال الكوزينه او الشرجم ديال الكوزينه كيطل مباشره على الكراج، كون رجع راه غادي نشوفو، وانا فيما كيخرج كنشوفو وفيما كيدخل كنشوفو. قالوا لي هادشي اللي كاين. قالت لهم هادشي اللي كاين. استدعاو ولدو سعيد حتى هويا للتحقيق باش يستمعوا لي. المهم ولدو دخل في واحد الحاله يرتلاه، ما زاكيش من البكاء، ويعني بقى فيه الاب ديالو، خصوصا الاب ديالو يعني تقتل بواحد الطريقه مروعه هو ولا الزوجه ديالو الثانيه. السيد ما صابرش وكيتكلم بصعوبه. راعوا البوليس المشاعر ديالو، طرحوا عليه بعض الاسئله جاوب عليها. عاودوا البوليس سولوه، قالوا ليه واش الاب ديالك ما عندوش شي مشكل مع شي واحد؟ قال لهم الاب ديالي ما عنده حتى شي مشكل مع شي واحد. نفس الاقوال اللي قالتها بنته الاولى ولا الثانيه ولا الزوجه ديالو الاولى، نفس الاقوال كيأكدها الولد. يعني ما كاين حتى شي بيستا غادي يتبعوها البوليس، بان لهم على ان هذه الجريمه الخيوط ديالها متشابكه، وشكون اللي غادي يكون قتل الاب والزوجه ديالو. هنا البوليس غادي يعاودوا يجيبوا الزوجه ديالو الاولى، غادي يبداو كيستمعوا ليها عاوتاني من جديد، ربما يبان شي حاجه، تبان شي بيستا اللي غادي يتبعوها البوليس. الزوجه ديالو هنا غتدلي بواحد المعلومه، قالت لهم على ان الزوج ديالي يعني كيبغي البنات بزاف وكيمشي مع البنات بزاف وكيسهر مع البنات، وهذه القضيه حنا كنا عارفينها، وانا كنشك ربما على ان شي بنت من البنات اللي كيعرفهم وكيمشي معاهم هي اللي غادي تكون قتلات الزوج ديالي وقتلات مراته من بعد ما عرفات على انه تزوج بالزوجه الثانيه. استمعوا لها البوليس، خداو الاقوال ديالها، مشات السيده بحالاتها. هنا بقات واحد البنت ما استمعوش ليها البوليس. شكون هي؟ هي الزوجه ديال سعيد. سعيد مجوج، الزوجه ديال سعيد جابوها طرحوا عليها البوليس مجموعه من الاسئله، جاوبت عليها كامله. هنا البوليس مو يسولوها، قالوا لها اخر مره شفتي فيها عمك احمد؟ قالت لهم اخر مره شفت فيها عمي احمد، قالت لهم خرج واحد اللحظه عاود رجع. قالوا لها كيفاش خرج وعاود رجع؟ البوليس هنا يسولوها، قالوا لها واش خرج بوحدو ولا خرجت مع الزوجه ديالو الثانيه؟ قالت لهم لا، خرج بوحدو، اما مراته مريم
كانت في الدار ما خرجتش معاه. قالوا ليها مزيان. هذاك النهار ما لاحظتي شي حاجه، ما لاحظتي شي تغير، ما بانش شي حاجه تثير الشكوك؟ قالت لهم اياه، هذاك النهار بان ليا صداع في الدار، خصوصا في الشقه ديال عمي احمد ومراته مريم. كان الصداع، كان بحال شي ماكينه ديال الصابون خدامه. وسولت موي السعديه، قالت لي دخلي سق راسك، ما عندكش الحق تسولي في شي حاجه، تي غير شوفي بعينيك وسكتي، ما تبقاش تسوليني. شويه الصداع تزاد بزاف، تزاد الصداع، وكتبان لي موي السعديه كتهضر مره في التليفون، والتليفون عندها ما زكاش. شويه كيبان لي الزوج ديالي مره كيجي عند الام ديالو، كيبداو كيهضروا بعضياتهم، وكنحاول على انه كنبغي نسمع اش كيقولوا، كيبعدوا مني، والتليفون عندها ما زكاش، غير كتشوفني كطفي التليفون. المهم البوليس استمعوا الزوجه ديال سعيد، من بعد تلقوها مشات بحالاتها. هنا ولات الشكوك على من؟ ولات الشكوك على سعيد وعلى الام ديالو. هنايا البوليس غادي ينتقلوا الشقه ديال الضحيه، انتقلوا الشقه اللي كاينه فوق منهم، دخلوا ليها. انتقلت كذلك الشرطه العلميه والتقنيه، داروا التحريات ديالهم، داروا الابحاث ديالهم. هنا غادي يبان على انه من يدخلوا الشقه كيبان على ان الشقه نقيه بزاف، فيها ريحه جافيل مجهد، ريحه سانيكرواه مجهد، ريحه البخور. يعني هادشي هذا يثير، يعني هادشي هذا غريب. بعد ذلك الشرطه العلميه والتقنيه هزوا بعض العينات من داخل الشقه، اي حاجه مشكوك فيها كيهزوها. اش غادي يوقع؟ بعد ما داز 3 ايام غادي يخرج التقرير ديال الشرطه العلميه والتقنيه اللي كيقول على ان الاب والزوجه ديالو تقتلوا في الشقه، في هاد الشقه هذه. وهاد الشقه هذه كانت مسرحا للجريمه، وهذا الشيء هذا كيبان من خلال العينات ديال الدم اللي لقاوها. وكذلك غادي يلقاو بعض الطريفات ديال اللحم في الطواليت، وكذلك غادي يلقاوهم في لافابوات ديال الشقه. اعتقلوا سعيد، واعتقلوا كذلك الام ديالو اللي هي السعديه، بداوهم البحث، عمقوا معهم البحث مزيان. واللي غتزيد تورط سعيد اكثر على انه هو المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضيه، هو اللي غادي يكون قاتل الاب ديالو، قاتل كذلك مرات باه. هو على ان حسب الاقوال ديال الزوجه ديالو كتقول على انه هذاك النهار لاحظت على ان الزوج ديالي غبر وما جاش حتى الغد لي مع الصباح. مني سولته قال لي راني كنت مسافر. استمعوا لسعيد، خصوصا قداموا الادله وعلى ان الشقه كانت مسرحا للجريمه. هنا هاد الشخص هذا غادي يعترف لهم مباشره، وغيقول لهم انا اللي قتلت الاب ديالي وقتلت الزوجه ديالو، شديتهم قتلتهم وقطعتهم الطراف. كيقول لهم بديت مع مرات با، هي الاولى، كانت غير بوحدها في الدار في الشقه. دخلت تسللت طليت من الباب، هي تبان لي داخله الكوزينه كطيب. دخلت عليها وهاز معايا الجنويه، غفلتها حتى ذبحتها من الوريد الى الوريد. شديت الجثه ديالها ودخلتها الحمام طواليت اعزكم الله تبارك وتعالى، وسديت عليها طواليت. طار عليا الدم طار عليا على حوايجي، نصلت حوايجي كاملين، صبنتهم في الماكينه ديال الصابون، هي باش سمعت السيده الصداع ديال الماكينه ديال الصابون، ولبست حوايج اخرين جداد. وبقيت كنتسنى في الاب ديالي حتى غادي يدخل. دركت ليه ورا الباب، غير هو حل الباب
عطيته عدة طعنات، بقيت كنضرب حتى شوهت ليه الجثة ديالو بالكامل. جريته حتى هوايا دخلته للطواليط مع الجثة ديال مراتو. شوفوا واش غادي يوقع. قال لهم شديت الجثة ديال مراتو قطعتها الى اطراف، وقال لهم هذه الجريمه هذه كنت موجد ليها تقريبا هذه عام، وانا كنت كنتسنى الفرصه حتى لقيت الفرصه. قطعتها الى اطراف، وشديت الجثه ديال الاب ديالي حتى هوايا قطعته الى اطراف، وصراحه تفننت في التقطيع ديالو، تفننت فيه مزيان، غير باش نشفي هذاك الغليل اللي كاين في قلبي، وهذاك الحقد اللي كنهزو ضده، وهذاك الحقد اللي كنهزو عليه. شوفوا الجريمه في الوصلات. شديته حتى هوايا قطعته الى اطراف، ودرتهم في ميكات بلاستيكيه. من بعد ما قطعتهم شديت الميكات وهودتهم للكراج فين كاينه السياره ديال الاب ديالي، فين كاينه الطوموبيل ديال الاب ديالي. وشديت الطوموبيل ديالو ومشيت بها حتى خرجت على هذه المدينه هذه، ولحت الميكات في واحد الخلا، وشديت الطوموبيل ديالو ديتها لبلاصه اخرى وجليتها فيها، خليتها فيها. علاش درتي هذا الشيء هذا كامل؟ علاش قتلتي الاب ديالك؟ البوليس سولو علاش قتلتي الاب ديالك وقتلتي كذلك الزوجه ديالو؟ قال لهم انا الاب ديالي، قال لهم عمري ما كنت كنحس على انه عندي اب، عمري ما كنت كنحس عندي اب. الولاد عندهم الاب ديالهم وانا ما عنديش اب. كان كيعنفنا، كان كيضربنا، كان كيتكرفص على الام ديالي مزيان، ما كيخلي ما كيدير فيها، وديما كتعاني معاه وديما كتبكي. وانا كان كيتكرفص عليا وما كيخلي ما كيدير فيا، كيبقى عليا بالعصا، كيبقى عليا بالضريب، كيعنفني. ولي زادني اكثر حقدت عليه هو على انه من يتزوج نزلني من الشقه اللي كنت ساكن فيها، وطلع مراته الثانيه ولاو كيسكنوا فيها، وشدني انايا وسكنني مع الام ديالي في الطابق الاول. زدت حقدت عليه كثر. هنايا البوليس عاودوا سولوا، قالوا لي هذه الجريمه اللي ارتكبتيها في حق الاب ديالك واش ما ندمتيش عليها؟ قال لهم ما ندمتش عليها نهائيا. كنت تاحت لي الفرصه مره اخرى نعاود نزيد نقتلو، كون شتو دابا قدامي حي كيدور حدايا او عاود رجع للحياه نعاود نزيد نقتلو ونقطع ليه الجثه ديالو. هنا سعيد برأ الام ديالو، قال لهم الام ديالي ما عندهاش علاقه بهذه الجريمه، هي كان في راسها على انه قتلته هو الزوجه ديالو، قطعت الجثث ديالهم، ولكن ما مشاركاش معايا في الجريمه. انا اللي درت كل شيء، انا اللي درت كل شيء. شوفوا الدرجه فين وصلت. وتم الحكم على سعيد بالاعدام، تحكم عليه بالاعدام. اما بخصوص الام ديالو تحكم عليها بعامين ديال الحبس بتهمه التستر على الجريمه وعدم التبليغ. والى هنا نكون قد اتينا الى نهايه هذه الحلقه. تهلاو في راسكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى